فانزات كابتن عزيز الكرام، اهلا بيكم في لقائنا الاسبوعي من دي مش كوره دي مزيكا. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه الفالنتاين المجيد، وعشان المناسبه دي قررت اتكلم عن اللي بيحبوا الكوره بجنون. لو عايز تعرف انت مجنون كوره ولا لا خليك معايا للاخر. عيد حب سعيد يا كابتن عزيز، كلنا بنحبك. وانت طيب يا سيدي، بس انا ما بحبكش. ركز بقى ابو الكباتن، رسائل كتيرة النهاردة. موسم كل سنة وانت طيب. في رسالة من اكونت اسمه انثى رغم انف الجميع، بتقول لك انا خطيبي رافض الاحتفال بالفالنتين علشان هنلبس احمر وهو زملكاوي. لا يا حبيبة القلب، هو رافض الاحتفال عشان هو جلدة وقيحة وتلقيحة. نسمي المسميات بقى اسمها الحقيقية. جو انه زملكاوي دي تلكيكة. تعالى كده بقى في عيد الاضحى ما بياكلش لحمة عشان لونها احمر. لو كده قولي له هات قرش ابيض ينفع في اليوم الاسود. شكلك هتتعبني. ليه يا ابني بس، وانا جيت جنبك ولا حاجة في ليلتك المهببة دي؟ لا يا ابو الكباتن، ما اقصدكش انت. الاكونت اسمه شكلك هتتعبني. باعت بيقول لك انا جوزي كان بيحب الكورة اكتر مني، ممكن اعرف ايه السبب؟ الراجل معروف عنه ايه؟ بيجري ورا اي حاجة مؤنثة مقلوظة وتتمتع بالاثارة. اسمها كورة فهي مؤنثة ومثيرة طبعا محدش ينكر. وبالنسبة للألوظة فهي كيرفي أصلا واسمها الساحرة المستديرة، فمش عايز يحبها ازاي أكتر يعني ست ترقص له يا كابتن عشان يسيب الماتش ويقعد معاها. ما يا ابني الكورة فيها ترقيص برضه، ايه الجديد؟ الكورة ما سابتش حاجة للست تعملها. مساء الفل يا كابتن عزيز، أنا سعيد الأهلاوي وببحث عن بنت كروية جدا تكون بتحب الكورة للتعارف والارتباط الجاد. دي رسالة نصية صح؟ بالظبط. هم بتوع الجو ده. بس يا عم سعيد، أنا كابتن عزيز مش ست عزيزة الخطبة. عامة أنت ما تدورش على بنت بتحب الكورة وخلاص، أنت دور على اللي هترتبط بيها تكون بنت شمال، قصدي بنت التالتة شمال، تكون أهلاوية زيك يعني. سعيد بيقول لك بيمسي عليك يا ابو الكباتن، وبما انك خبير كروي فانا بطلب منك تنصحني عشان انا عايش علاقه توكسيك. توكسيك ايه يا ابني الله يوكسك؟ اديك قلت خبير كروي مش رضوى الشربيني. بيقول لك يا كابتن بما انه ولا كان الحب عمره باختيارنا، ده كان قدرنا. هو بيحب من طرف واحد وعمره في يوم ما فرح في علاقه، حب 2 و3 ولا مؤاخذه خزوقوه. الحب المصري خذلوه والحب الاجنبي كسفوه، ان كان الزمالك او روما. بص يا ابني، إن كان الشرع محلل لك 4 فالاتحاد الدولي سايبها عايمة. اهملهم وحب عليهم 2 و3 هيتعدلوا، وبطل تهتم، ما تبقاش زي الأهبل بتجري وراهم. اتسلى بيهم، ما تبقاش جد في علاقتك معاهم، واعرف دايما لو حطيتها في خانة الإكسات هتجيب لك كل البطولات. أنا هفهم فيكم لحد إمتى؟ أغني لكم؟ والله لا أغني لكم. انزل يا ابني بالجيتار. دايما يا كورة معاكي بعيش، وساعات ما بفهمكيش، في الحزن ليه هرياني. لو ماتش فرحة في 10 مفيش، برضو ما بطلكيش، حاسس بيكي في شرياني. أحبك أكرهك أسيبك أندهك، أعلق نفسي بيكي ولا أعمل فيكي إيه؟ أتابعك واشترك، ما أنا اللي بشهرك. غريبة علاقتي بيكي، تفسيرها مش لاقي تملي معاك. سخنت كل عيد حب وانتوا كرويين. الله طرب والله يا ابو الكباتن. ما تنشف يالا في ايه؟ سماح بتقول يا ريت تقرا رسالتي وتحس بمشكلتي. بتقول لك اللي بحبه كيش وهيش ومنظر على مفيش، على طول كسفني بره وجوه وعمره ما رفع. يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. رفع ايه يا سماح؟ عمره ما رفع راسي ولا شرفني قدام حد، وعلى طول سلبي مع ان كل الظروف متهيئاله ومرتاح ماديا. فتنصح اي حد بيشجع بيراميدز زي يعمل ايه؟ بيراميدز؟ هو انت بنت اخت الكابتن علي جبر؟ دول لعيبه بيراميدز نفسها مش بيشجعوا بيراميدز. ايه يا سماح؟ عامه خليكي في دار اللي بتحبيه ودعميه، وانا واثق ولا دعمك ولا تشجيعك هيفرقوا في حاجه. اللي بعده. انا جوزي غريب قوي يا كابتن عزيز. جوزك ازاي؟ يلا ما تظبط نفسك. يا كابتن لا، دي رساله حد بعتها وما قالش اسمه. بتقول لك جوزي بيحبني جدا وبيخاف على زعلي، بس هو بيتفرج على الماتش بيتحول، ممكن يخسرني عادي جدا. انا هقول لك، زي ما الفرق بتدخل معسكرات مغلقه، جوزك بيبقى في حاله معسكر مغلق قدام التلفزيون. فالمسافه بين جوزك والتلفزيون تعتبر مجال جوي عسكري ممنوع حد يعدي منه. معلش استحملي الحاله دي لمده 3 ساعات في اليوم والدنيا هترجع لطبيعتها. هو مش الماتش ساعه ونص بس يا كابتن؟ طب والساعه التحليل اللي قبل الماتش، والساعه بتاعه التحليل اللي بعد الماتش، وبالمناسبه صوت الجماهير والمعلق بالنسبه له بيبقوا طرب. فاوعي تقولي له وطي التلفزيون عشان ما يخبطكيش بالريموت، وبالذات لو ماتش كريستيانو. وبمناسبه كريستيانو، لو عايز تعرف هيحصل ايه لو كريستيانو جه مصر، فانا برشح لك تشوف الحلقه اللي فاتت يا حب. وكل عيد حب. سلام.